السلام عليكم ورحمة الله، وهذه حلقة جديدة منتظرة من دوبامين حول كوكايين العصر. ما هو كوكايين العصر؟ قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى ما تبخلون علينا بالدعم، الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا على طول. حديثنا اليوم عن أخبث فخ صنعه الإنسان على الإطلاق. ما في إنسان سوي يحب لنفسه وأطفاله إنه يكونون في مستنقع الإباحية. ما في إنسان طبيعي يقول أنا مخلوق حتى أمارس هذا الأمر السيء أو أستمتع بالحياة، أو لا يمكن أستمتع بالحياة إلا بهذا الأمر. لكن بمجرد أن يقع الإنسان فريسة في هذا الفخ وينتكس فكره ويمارس هذا الأمر ويتمنى أن ما يفعله، عنده ما ينقطع عنه يرجع بسرعة بلهث ويركض وراءه مثل المجنون. شلون تحدث دائرة الإباحية؟ الإباحية لها دائرة تبدأ بمرحلة نسميها الضعف أو خطر، يكون فيها الإنسان مهيئ لدخول الدوامة، وحيد، متوتر، مرهق، تحت ضغط العمل، ملل. بعد هذه المرحلة من التهيئة والضعف ينتقل الإنسان إلى مرحلة التحفيز. المحفز هذا قد يكون صوت، صورة، مقطع، رائحة، تذكر، أحاسيس معينة. بعدها ينتقل إلى موضوع الرغبة. هناك رغبة، عاطفة تستثار، فضول، تطلع إلى أنه يمارس هذا الأمر. بعدها ينتقل إلى موضوع الفكرة، فكر بإيش؟ طيب أسويها ولا لا؟ ولو سويتها كيف؟ مجرد فكرة تدور في الدماغ، في حيرة، في ازدواجية، في الميل مثل ما نسميها. صوت تيماني، صوت شيطاني، أنا معذور، أنا إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ مرة وخلاص. هذه الطريقة أحيانا تمارس بشكل غير واعي في العقل الباطن، تنتقل مباشرة لمرحلة المعركة التي تكون في الدماغ، موضوع معركة الدوبامين. الدوبامين محفز، هرمون وناقل عصبي يفرز في وسط الدماغ في الجهاز الحشوي، والجهاز الجبهي التوحكم يقول له يا ولد عقل. صراع بين الجهازين، بين السيطرة وبين الرغبة. هذا يقول عقل وهذا يقول لا تقتل المتعة، ادعس، ويعطيه من المبررات. وللأسف هذا الجهاز الحشوي الخبيث هذا يستعين بوحش صغير. الوحش الصغير هذا هو الدوبامين. هرمون الدوبامين ناقل عصبي يحفز في الرغبة، ويفرز أيضا مع وجود العمل الممتع أو اللذة أو الممارسة. هرمون النشوة يسمى أو السعادة، يحفز تتجاوز العقل اللي يأمرك بالعقل وتقدم على الممارسة. نمشي في الدائرة الإباحية إلى مرحلة بعدها، مرحلة لغة الجسم. يشعر يمارس الإباحية أو مقدماتها بآثار زيادة التوتر، زيادة في تسارع ضربات القلب، اتساع في حدقة العين، نوع من الشدة في العضلات. بعدها تنتقل الدائرة إلى المرحلة التي بعدها، وهي فكرة التنفيذ. والله هل أنفذ ولا ما أنفذ؟ في تبريرات. مرة بعدها يقع فعلا في مرحلة السقوط والمقاومة، وإني بس مرة ويشرع في ممارسة مشاهدة الإباحية التي عادة تقترن بموضوع العادة السيئة والاستمناء أو غيرها. يحصل للأسف الشديد الممارس للإباحية بعد هذه المراحل وبعد الاستسلام وسقوط المقاومة يحصل على مكافأة خبيثة للأسف أنها عالية الدوبامين ومؤقتة. هي جرعة من الدوبامين، يشعر بنوع من النشوة التي تحفزه لتكرار المحاولة. المرحلة الأخيرة من هذه المرحلة مرحلة محزنة، وهي بعد الاستجابة وحصول الجرعة المكافأة مرحلة الندم. يشعر الإنسان بالندم وجلد الذات. ليه أنا سويت كذا؟ لمتى؟ استغفر الله. يتوضأ، قد يصلي، وقد يبكي. كثير من الشاب يقطع نفسه، وعندنا بعض الشاب يقول أتمنى أن الله يصيبني بمرض ما عاد استغفر الله. لكن كل هذه المعاني الجميلة واليقظة الروحية مجرد بس الوقت يمشي وتعود حليمة لعادتها القديمة. يسكن ألم الصوت اللي لسعه بعد لحظة الندم، يرجع لنفس الدائرة. انتبهوا، اذكروا الدائرة هذه: ضعف، ثم مثير، ثم رغبة، أفكار، استسلام، وهكذا. ما الذي يحدث مع تكرار دائرة الإباحية؟ لدينا في الإباحية وحشين، انتبهوا للكلام ذا غير تقليدي في موضوع الإباحية. عندنا وحش صغير اللي هو الدوبامين، الجرعة مثل ما في المخدرات. هنا الجرعة مكافأة، لذة، نشوة معينة، وهذا يطلب منك المزيد. الوحش الصغير يقول لك أبغى ثانية، أبغى ثالثة، مرة ثانية، استمتع استمتع. هذا وحش صغير. الإباحية تحتل مواطن المكافأة الطبيعية والاستمتاع واللذة والنشوة في الدماغ. الدماغ يخزن كل متعلقات وذكريات الإباحية في قطعتين في الدماغ يمين يسار اسمها الهيبوكيمبس أو قرن أمون أو الحصين. هذا الجزء مسؤول عن الذاكرة الحسية وليس الذاكرة العامة. يعني المسارات العصبية اللي تمشي مسارات اللذة والنشوة في الدماغ، والمسارات الإباحية تكون واسعة بسبب التكرار والانتظام. صورة، إعلان،
جالس وحدك، جالس متوتر، هنا تخزف الدماغ انه انت هنا وانت مهيأ، انت فرصه لا يفوتك، انت كذا، انت طبعك كذا. يصبح هذه المسارات سريعه مثل مسارات السيارات، تاخذك دون وعي مثل السحر. بعض الشباب يقول دكتور سامي عجزت والله اني ابكي وحلف بالله وانذر نذر لله وادخل فيها مثل اللي مسحور. تمكن الوحش الصغير من ادمغتنا للاسف لما ندخل في الاباحيه ونحن نغذيه دوبامين دوبامين دوبامين. طيب الى متى؟ الدماغ ما يخليك تفيض. لما تفيض موضوع الدوبامين في الدماغ يقلص المستقبلات، الحساسيه تقل، ولذلك حتى المقاطع اللي انت تتورط فيها ما عاد تشبعك. يبدا مدمن اباحيه للاسف بالبحث عن انواع اخرى من الممارسات الشاذه، الساديه العنيفه، الله يكرمكم المحارم، الحيوانات، الأنواع للأسف غير طبيعية وقذرة في مستنقع الإباحية، لأنه الدماغ يتحكم ما عاد يشبع الشيء. هل المشكلة في هذا الدوبامين هذه والنشوة؟ لا، هذا الوحش الصغير. أجي دكتور سامي وش الوحش الكبير في الإباحية؟ ليش أقول لكم هذا وحش صغير؟ في ناس يسافرون ترى على فكرة وينشغلون، أو يدخل دورة عسكرية، أو يدخل مكان مغلق، أو إنه يجلس ترى شهر شهرين ثلاثة أموره طيبة. يعني ممكن الدوبامين هذا والاشتهاء والاشتياق هذا في رمضان الآن يعني ما في أحد يفكر إلا اللي عاد مسك قلبه، مثل إخواننا المدخنين اللي في نهار رمضان ما يفكر يدخن، لكن مع الأذان لما ينتهي الوقت تلقى صار التمرة بيد والسيجارة بيد. طيب إذا كان هذا الدوبامين مع أنه خطير هو وحش صغير، أجل وش الوحش الكبير؟ الوحش الكبير ينقلوها عني في الإباحية هو غسيل الدماغ، أفكار ومعتقدات في الواقع أوهام تترسخ في عقول مدمن الإباحية. بعطيكم مثال الأوهام. وهم الحرمان، لا تصير محروم، ترى إذا ما مارست إباحية تراك محروم، بقية حياتك بتصير بائسة، غيرك يستمتع وانت فايتك. بينما الواقع ان المدمن المسكين هو المحروم. في الواقع يضحي باشياء كثيرة، بصحته، بطاقته، براحة باله، بثقته، بشجاعته، باحترامه لذاته، بسعادته الحقيقية، بحريته، بوقته، مقابل ايش؟ لا شيء، صفر، وهم وخيال. خذوا وهم ثاني مثلا وهم التضحية. بعض الناس يقول بضحي. كيف تضحي؟ قال عندي افلام. وش عندك؟ بعض الشباب يجون يقول عندي اشتراكات وبرامج وشيء تعبت عليه من سنين وقاعد اجمع لي ملفات يا ولد ومشفره، وانا اضحي فيها كلها في لحظه كذا ديليت على طول. فاقول لها ايش قيمتها؟ طيب كم تقدرها فعلا؟ كم ثمنها؟ الواقع انك تجمع وهم وخيال. افتح كمبيوترك، افتح جوالك، طيب وعطني وش جمعت؟ ايش حصلت؟ تفتخر فيه، تقول انا الحمد لله في رصيدي 100,000 مقطع، 100,000 بروكسي مدري في انه مدري ايش. اللي تاخذ منك الإباحية اكثر ما تعطيه. ومن ترك شيئا لله يا شباب عوض الله خيرا منه. والله العظيم كثير من الشباب بطلوا. تشعر يا اخي بتوفيق الله وراحه، تشعر انك عظيم لما ترميها وتسوي لها ديليت. ترى هذه متعه حقيقيه فعلا، الله يعوضك اياها. خذوا مثلا وهم الشعور بالراحه. ليش اللي بتمارس إباحية؟ ابغى اشرب بالراحه، ابغى ارتاح، عندي ضغوط ابغى ارتاح. خليكم معك واقعي. الإباحية ربما تعطيك نوع من الراحة الوقتية وتروقك شوي. هذه الراحة في الواقع مؤقتة ولن تزيل التوتر، بل تزيد التوتر. ما مر عليك أحيانا أنه أحيانا تتعب؟ يقول واحد من الشباب يا البير ما له قاع، بير ما له قاع، مقتول توتر. والله انت ساكن في امان الله وتمارس هذا الامر وتتوتر وتشد اعصابك وضربات قلبك تزيد وتصبح كانك في ماراثون. شفت سباق السرعه، يلا وبعدين التوتر الشديد هذا يدمر الاعصاب، ينهكك حتى تنتهي من الممارسة للأسف وتصل إلى لحظة تظن فيها أنك مرتاح. انتهيت، والواقع أنك مثل اللي مشقي نفسه وهو مرتاح، جاي مرتاح. مثلا واحد سامحوني، واحد جزمته مقاسها 40 أو 41، راح يلبس مقاس 38، يضيق على نفسه، ثم إذا فك الجزمة الله يكرمكم قال والله إني ارتحت. أنت من الأساس مرتاح بدون الجزمة ذي، شو تاخذ جزمة ضيقة؟ أنت مضيق على نفسك بهذا الأمر، تقول حتى خلص وارتاح. أنت في الأصل أنت من أردت لنفسك أنك تشقي نفسك بهذا الأمر، ثم لما تفكه تتوهم أنك تشعر بالراحة. خذوا مثلا وهم المتعة والملل. بعض الناس الشباب يقول فلها بستمتع، بعض الشباب والبنات حتى يرون أنه الممارسة هذه تعطيهم متعة وفلة. سؤال بالله عليك بكل صدق وأمانة، وعطني هدوءك وعطني من لطفك، هل الإباحية تزيل الملل؟ أقول لك في البداية نعم، لكن شو اللي يصير؟ أنت بتصير تلهث وراء التجديد، صح ولا لا؟ مستحيل تمشي على صنف واحد. خليني واضح معك سامحوني، الواقع أنك ترجع للملل مرة ثانية. أبسطها لك، وش تحب من الأكل؟ جايين يا شباب، وش الأكل اللي تحبه؟ أي أكلة تحبها الآن حطها في بالك الآن، في صحن حلو وأكلة جميلة وخدت صحن منها، قلت لك لا والله انت تاخذ ثاني، والله انت تاخذ ثالث، جاء الغداء هذا فطور طبعا، تغدى نفس الأكلة، عشاء نفس الأكلة، ما بتمل؟ والله بمل واطفش يا أخي. طيب معناته انه تدخل في موضوع هو بيسبب لك الملل. خذوا وهم اسم البديل. بعض الناس يقول لازم أمارس جنس،
معلش لا حياء في العلم، أبى أمارس قدر ما أستطيع، وإني إذا ما مارست الجنس ما عندي زوجة أو زوجتي غير متاحة لأي ظرف كان، عارض أو قصير أو طويل أو سفر أو هي عندها عذر، إني لازم أمارس. هذه فكرة من أفكار الوحش الكبير اللي يجب تفهم إنها وهم. هذه من غسيل الدماغ. يعني أنت غذيتها الفكرة هذه وعززتها حتى صارت نمط حياة وتحكمك الفكرة دي. كلام هذا غير صحيح. لو سألت نفسك ليش أنا أسوي كذا، والله ما عندك جواب بينك وبين قرارات نفسك. لو ما سويت شيء وما مارست الجنس بتقوم الدنيا. ترى في ناس يروحون سنة سنتين ثلاث ويرجعون بعد عملهم لأهلهم. ما مات، والله لن تموت وستعيش. ماني ضد الجنس أنا وماني ضد قضاء حاجتك، لكن ما هي كل الدنيا. في وهم عند الغرب أحيانا وبعض المدارس في التعليم والتثقيف من غسيل الدماغ في الإباحية أنها تكون وهم أنها تساعد الشباب والبنات أنهم يتعرفون يثقفون جنسيا، يشوفون أفلام، خلوهم يشوفون ويورطونهم. هذا كله خطير جدا وتلاعب بالعقول، ولأنه لا أمانة في الإدمان نحذر منه. ما في باس بالتثقيف الجنسي، الشاب والفتاة المقبلين على الزواج يعرفون كيف الجوانب المتعلقة بهذا الجانب، لكن لا تحرك هذه الحيلة الوحش اللي في كوامنا ويسوقنا إلى إدمان الإباحية. خذ وهم مهم جدا الإغراء. كثير من الممثلين وممثلات في المواد الإباحية يغرون الشباب، وهذا سبب تعلق الشباب بالإدمان. هل هذه المشاهد اللي في معليش في الأفلام الإباحية اليوم هي اللي تشوفونها يا شباب يعني بجمال صورتها الظاهرة اللي تغري الشباب، هل هي في واقع فعلا ولا كذب؟ في الواقع إنها واقع قذر ومستنقع خبيث. أنا أشبه بالكاس الجميل الذهبي، الألوان حلوة، ما تشوف اللي داخل أنت، مادة وتقدم الكاس جميل، لما تطل فيه فعلا تلقاه وسخ تشرب منه. هذا الوهم من أكبر الخدع اللي تعلق البشرية الملايين اليوم في الإباحية. خلونا نكشف القناع من خلال اعترافات بعض الممثلات اللي تركوا الإباحية. شاري لابين تقول كلنا نكذب، نحن نبيع خيال وأكاذيب، ما تشاهدونه ليس حقيقة، لسنا سعداء كما يقال، الأغلبية مصابين بأمراض اكتئاب ونفسية، انتشار تناول المخدرات والخمور بيننا لنسيان الألم وتحمل العنف، تنتشر بيننا الأمراض الجنسية والخطيرة. تقول فحص الإيدز اللي يجرى لي كل 3 أيام ما منعني، أصبت بمرضين جنسيين أحدهما غير قابل للشفاء، طول حياتي يبقى معي. قمة القذارة يا جماعة الخير. بري أولسن، وهذه يعني من نجوم الإباحية في العالم، وراتبها كما ذكرت بعض الدراسات، أنا ما أشوفها ترى يا جماعة، يقول شر دراك عنها، أنا أدرس عندي دراسات، راتبها هذه يصل إلى $60,000 شهريا. خرجت بري أولسن وفي اعترافات وهي تبكي، تقول لفتياتي ابتعدوا عن الأفلام الإباحية، عانيت كثيرا عندما تركت هذه المهنة وعدت إلى الحياة العامة، لا أحد يريد أي علاقة معي، يصفونني بالقبيحة والعاهرة، أشعر كلمة عاهرة محفورة على جبيني. تسببت الإباحية إلى قلة احترام الناس لها. اللبنانية المشهورة مايا خليفة اللي يعرفونها الشباب بنظارتها الله يصلحهم، تعرضت للاستغلال كما تذكر عن نفسها، وأنها وقعت على عقود ابتزاز، وأنها كانت ساذجة وضعيفة وتسعى للحصول على الثقة بالنفس. اعتراف طويل لها حتى وقعت في المستنقع القدر. كريسي موران تقول لما تركت الإباحية ماذا أشعر؟ ماذا لو عاد أبنائي بعد 10 سنوات وبيدهم مجلة إباحية ويجدون أمهم تظهر صورتها العارية على غلاف المجلة. طبعا من كواليس هذا العالم المظلم أن صناع الإباحية يستدرجون الممثلات ويوقعونهم على عقود خبيثة، والممثلة تجبر على إقامة علاقات غير مرغوبة وفي بعض الأحيان غير قانونية، وإذا حاولت أن تفضحهم أو تتكلم تتعرض للتهديد أو التشنيع أو التحكم المالي. باختصار يا شباب، مستنقع الوسخ هذا الإباحية مستنقع قدر يقتل المتعة ويهين المرأة ويصورها كأداة رخيصة بيد الرجل. الفكر الشيطاني في الإباحية يقول لك ترى الإباحية الافتراضية، الأفلام هذه والصور الشيطانية ألذ من الجنس الحقيقي وألذ من علاقتك مع زوجتك. المشاهد المتكررة أفضل لك من علاقة واحدة، ترى أفضل لك من الزواج. هكذا يجب أن يكون الجنس مثل ما يكون في الأفلام. المرأة تستمتع ترى بالعنف هذا غير صحيح. الرجولة ما تكون لا بالطريقة هذه خليك فحل، غير صحيح. المتعة كذا وإلا فلا. المواد التثقيفية للبنات الشاب مفيدة خلوهم يشوفون، غلط. هذه المبالغات والأوهام والغسيل الدماغ. لو تأملت بعض الأفلام حتى للأسف حتى غير الإباحية، سامحوني، أفلام أو مسلسلات فيها نوع من الإغراء، نوع من الإثارة، لمس، رائحة، صورة، أعضاء جسم. هذه المشاهد للأسف مثل السهام الموجه لقلوب الشباب والبنات وعقولهم الباطنة، تغسل الدماغ وتشوه حتى الفكر الطيب الطاهر النقي. وبالتالي كل هذه المعتقدات والأوهام بحاجة إلى كشفها، وأنك تغير طريقة تعاملك مع هذه الأفكار. إذا تبطل إباحية لازم تفهم أن هذا وسخ وتوطى برجولك وأنت بكامل قرارتك بكامل قناعتك. هل إدمان الإباحية له مستويات؟ نعم، الإباحية مستويات. المستوى الأول يكون في تعرض
تعارض محدود، مشاهدة مرة أو مرتين في السنة مثلا. الأفكار والأعمال اليومية ما تتأثر بموضوع المشاهدات دي العارضة اللي في مرة في السنة مرتين، لكن برضو نتنبه أنه إذا فتح الباب انتبه أن ينفتح عليك باب لا تستطيع رده. المستوى الثاني تكون فترات المشاهدة أكثر، في فضول أكثر، لكن لا تزال المشاهدات غير مستمرة، ما هناك رغبات تعيق العمل اليومي. والتحدي هنا زيادة الفضول وانتقال اللي يشاهد هذه الأفلام والصور إلى مراحل أخرى، مثل المرحلة الثالثة اللي عندنا مرحلة نقطة تحول، يكون عندنا نوع من المشاهدة المتكررة، نوع من التحضير، نوع من التوجه للمشاهدة، نوع من المجهود الإضافي، يحاول منع نفسه لكنه يجد صعوبة، أحيانا يقننها، يقول طيب مرة في الشهر وأرجع، لكن للأسف لا يزال الموضوع يتسع فينتقل إلى مراحل أخرى. المستوى الرابع يتجه إلى مستوى أعلى من التعلق، تزيد التخيلات والأفكار. يتعرض للأسف الشديد الممارس في هذه المرحلة لأعراض انسحابية واشتياق شديد إذا توقف عن الممارسة. إذا استطاع الإنسان في هذه المرحلة أن يعترف أنه يعاني مشكلة، بالغالب أنه تظهر عنده أنه فعلا واقع في مشكلة، واستطاع أنه يخلص نفسه في هذه المرحلة بالذات، أنه عنده مشكلة ويحتاج أحيانا دعم، ما يستطيع بنفسه يتوقف، سينجيه الله. لكن إذا استمر في المكابرة سينتقل إلى مرحلة أخرى، المرحلة التي بعدها، المرحلة الخامسة أو المستوى الخامس. تبدأ الإباحية للأسف في التأثير على الحياة اليومية، وقته، أفكاره، الوقت الطويل الذي يمضيه أكثر من يوم في الأسبوع. تصبح الإباحية أمر رئيسي وممارسة أساسية في حياته، وقد تؤثر على علاقاته وعمله ودراسته وعلاقاته الزوجية وعلاقته الأسرية. يقضي وقت طويل في التخيلات والأفكار والممارسة، وأعراض الانسحاب تكون أشد، والاشتياق لما يتوقف عن هذه الممارسة وعن المشاهدات يكون أكبر. المستوى السادس مستوى خطير تسيطر فيه الإباحية على الحياة، في النادر إنه ما يمارس، الأصل يوميا إنه يمارس، إلا في بعض الأيام فقط سلوكيات قهرية، ما في سيطرة، يكذب لتغطية بعض التصرفات، يخفي عن من حوله، ينفق أموال لجمع المشاهدات وبعض الاشتراكات وبعض البرامج، يشعر باليأس إنه ما في أمل، يتوقف عن هذه الممارسات. هناك تأثيرات أشد على حياته العامة، على وظيفته، على حضوره، على علاقته بزوجته، حتى على عقله وتفكيره. المستوى السابع والأخير وهو الأشد تكون فيه الإباحية بشكل مستديم، مثل الأكل والشرب، رغبة جامحة تسيطر على حياته، يكون كالريحة في مهب الريح، قدراته على التركيز تخف، تتفاقم مشاعره مشاعر اليأس وأنه ما في أمل في الحل، وقد ينتقل في هذه المرحلة إلى ممارسات شاذة وأعمال قذرة خلاف للممارسات المعتادة. وش أضرار الإباحية؟ خلونا نبدأ بالدماغ. الإباحية تخترق الدماغ، تحتل مراكز المكافأة والمتعة وإفراز الدوبامين في الدماغ. إفراز الدوبامين في الدماغ يتأثر ويضطرب، وبالتالي الدماغ يتحكم ويضعف المستقبلات اللي ترم بالدوبامين، يضعف عنده مركز التحكم في القرار والسيطرة، ما يكون عنده نوع من التحكم والسيطرة. في دراسة لماكس بلانكس، معهد ماكس بلانكس، أثبتت العلاقة بين مشاهدة الإباحية وبين الكتلة الرمادية الموجودة في الدماغ وضعف وظائف قشرة الدماغ الأمامية اللي مسؤولة عن السيطرة. في جامعة كامبريدج أخذوا العلماء مجموعة من مدمنين الإباحية وسووا عليهم فحوصات بالرنين مغناطيسي، صور مفجعة للدماغ، ثبت وجود تغيرات في الدماغ مدمن الإباحية شبيهة بمدمني مواد خطيرة جدا مثل الكوكايين والهيروين وغيره، وبالتالي يسموها كوكايين العصر. في دراسات أخرى قارنت بين مدمن الإباحية وبين إدمان المواد الخطيرة، وأيضا أثبتت هذه الدراسات وجود تلف في بعض أجزاء الدماغ وخسارة الدماغ وزنه بسبب إدمان الإباحية. لذلك شوف مدمن الإباحية مفهي، ما عنده تركيز، ما عنده إدراك. الضرر الثاني من أضرار الإباحية أنها تقتل الحب. كيف؟ في العلاقة الزوجية الطبيعية عندنا هرمونين، الدوبامين وهرمون الإكستوسين. الدوبامين في بداية العلاقة بين الزوجين يبدأ في الزيادة وفي تحفيز، في مثير. في نهاية العلاقة، بعد نهاية العلاقة الحميمية، يستمر في الزيادة عند المرأة ويتوقف، لأن الرجل أخذ حاجته واستمتع بالعلاقة ويتوقف عند الرجل. طيب، هذا ما أكدته الدكتورة هيلين فيشر في أبحاثها في موضوع الدوبامين عند الرجل والمرأة. يبقى الهرمون الثاني الإكستوسين، هذا وش علاقته بين الزوجين؟ هذا هرمون الحب والحنان والربط. هذا الهرمون يربط الطرفين ببعضهم رابطة عميقة. هذا الهرمون هو اللي يربط الأم بجنينها، ولذلك يزيد
هذا الهرمون عند الحمل. وأحيانا إذا المرأة تعسرت ولادتها، تعرفون أخواتنا يعرفون الكلام ذا، يعطونا حقن من هرمون الإكستوسين لأنه يخليها تعطف، يخلي الرحم خلاص، وتبدأ المرأة بوضع المولود. هذا هرمون العطف والحنان والربط، تقضي عليه الإباحية في حال وجود إدمان إباحية لدى أحد الزوجين. المشكلة أن المنشط والمحفز للممارسة هو الفيلم والصورة، ليس الشريك. الدوبامين يفرز هنا، ما يفرز مع الزوجة، لكن الإكسيتوسين المفروض أنه يفرز تجاه الطرف، فيفرز تجاه طرف آخر، فيقل الربط والحب للأسف والتقبل بين الزوجين. بل قد تكون الإباحية مقدمة على الزوج أو الزوجة. لذلك نقول الإباحية تقتل الحب، تهز الثقة، تضعف الاهتمام بالطرف الآخر، تسلب المتعة الحقيقية، تفسد العلاقة الزوجية، وقد تؤدي إلى الخيانة أو الطلاق. هذا من الزوجين. طيب السناقل، حزب السناقل يا حبينا والله يزوجهم الشباب، يعني تصير الإباحية عند بعض الشباب هي اللي تتحكم فيه. المثير هنا أفلام، ما في طرف آخر، والدوبامين يتحكم فيه الدماغ مهما زدت، تمام، ويقل أثره حتى الدوبامين عندك للأسف ينضرب. طيب الأكسيتوسين الهرمون الثاني، أنا ما في طرف ثاني أصلا، وين يروح؟ فأنت جالس تهيج نفسك وما يجد هذا الهرمون علاقة عاطفية مع طرف آخر للأسف الشديد، وهذا الأمر يترك فراغ عاطفي وتوتر وتشويش في الدماغ، بعكس إذا كان في علاقة زوجية وطرف آخر تحن له وتبادله الحب. ولذلك كثير من الشباب والبنات يعانون، أنا أعرف كثير من الشباب يعانون مع الزوجة والزوجة إذا كان عنده إباحية، يكون عنده مثلا ضعف انتصاب، سرعة قذف، عدم رغبة، عدم وصول للنشوة بشكل جيد، إضافة لموضوع التقبل وهرمون الأكسيتوسين المضروب عنده. طيب هل في أضرار أخرى للإباحية؟ في أشياء كثيرة جدا، مثلا ميل للعزلة، الانطواء، العزلة عن الحياة الاجتماعية، مشاكل صحية لا في الأجهزة التناسلية، تورمات العضو الذكري، ضعف الانتصاب، سرعة القذف، انخفاض في الإحساس بالقضيب، التهابات في الأعضاء التناسلية وبروستاتا وغيره. أحيانا يكون هناك أضرار متعلقة بالحياة بشكل عام، تتعطل حياتك، جالس طول اليوم في البيت، الإجهاد الكبير، طاقتك، مفاصلك، الألم أيضا نفسيا، فساد الحياة الجنسية وعدم الوصول للنشوة، وهناك أضرار كثيرة جدا. لكن المشكلة بقول لكم شيء، لو حفظنا الأضرار كلها، بيجينا واحد من الشباب يقول لي ما جاني شيء من الأضرار. المشكلة أن كثير من هذه الأضرار فاتورة مؤجلة، ما تدري متى تسقط مقاومة جسمك، متى تحدث الأضرار الفادحة اللي تراها بعينك وتحس فيها. شباب واحد طايح من الطابق 100 من ناطحة سحاب وهو في الهواء، يسألونه كيف الأمور؟ يقول طيبة. عند الطابق 40 30 20 وهو هاوي في الأرض، يقول أموري طيبة، هواء كويس بعد. أنت طايح، انتبه، لا أموري طيبة. متى يكتشف أنه فعلا أنه في وضع خطير جدا؟ إذا اصطدم بالأرض وظهرت الأضرار، عرف أنه في مشكلة كبيرة. هل الاكتفاء بتعداد الأضرار كافي؟ الشباب يعني إذا قلنا لهم الأضرار الحمد لله كويس، نحفظ الأضرار، للأسف لا. بيطلع لك واحد يقول لك ما يمكن ما يصير شيء، يمكن ما يصير شيء، يمكن كذا، بسبب الوحش الكبير، غسيل الدماغ والأوهام اللي قلت لكم في بداية الحلقة. إذا ما حطمناها، ما عرفنا نبطل إباحية صح بفكر سليم، كشف للأوهام وتعامل معها، بنتعب كثير. الوحش الكبير يضع حاجز مهما قلنا من أضرار. أمورك طيبة، وش تراك بتفقد المتعة، ترى لو وقفت انتبه، يرهبه، يقول أنا ما أقدر، لا بخربها. ليست القضية قضية إدمان فقط دوبامين يفرز ونشوة وخرمة. جاني واحد قال لي يا دكتور سامي في العيادة، والله قال لي كل مواقع الإباحية حفظتها، كل عارفة وتكتيكات. قلت يا حبيبي اترك البرامج واترك العيادات واترك المواقع، أنت تحتاج برنامج متخصص وتعيد طريقة فهمك وفكرك لتعاملك مع هذا المرض، تبطل صح. ليست القضية مجرد أدوية ولا جلسات فقط. اقتل الوحش الكبير في نفسك وفي عقلك قبل ما تبطل إباحية. هل في علامات ممكن تدل الأسرة على وجود يعني ممارسات لبعض المراهقين في البيت لموضوع الإباحية؟ نعم، المواقع اللي يدخلها الطفل لازم تشيك عليها، تشوف المراهق وش عنده، تدخل الهيستوري، هل يمسح باستمرار، يترقب، يتلفت وراه، يضع فلاتر معينة، برامج، هل الطفل يتصفح النت في الليل، هل يأخذ الجوال معه في الحمام، هل يغير الشاشة فورمة يعني ينظر إليه أو تتوجه له الأنظار، تلاحظ فيه تغيرات في سلوكه، ألفاظ سيئة ومسخة شوي، بذيئة تجاه النساء، عزلة وانسحاب من النشاطات الاجتماعية، ومو بهذا اللي كان يعني يتفاعل مع النشاطات، شعور بالخوف الدائم، شرود ذهن. هذه علامات قد تكون يعني مؤشر لمرض نفسي حتى أو مشكلة أخرى سلوكية اجتماعية، لكن يجب للأسرة أن تتحقق في وجود هذه العلامات سواء كانت إباحية أو أمر آخر وتبادر في الحل. ما هي الأعراض الانسحابية لإدمان الإباحية؟ عندما يتوقف مدمن الإباحية عن هذا الأمر، هناك نوعين من الأعراض نتعامل معها: أعراض جسدية، صداع، دوخة، آلام في الجسد، في العظام بالذات والعضلات، أو أعراض نفسية وأشهرها القلق،
اكتئاب، ضيق، انزعاج، تقلبات مزاجية، وهذه الأعراض في الغالب يمكن التعامل معها الحمد لله بسهولة وأمان بدون علاجات دوائية، وإذا اضطررنا واحتاج الأمر إلى علاج دوائي ممكن وصف بعض الأدوية المناسبة يعني بواسطة الطبيب المختص، ويتجاوز الحمد لله الأعراض المتوقف عن الإباحية في فترة وجيزة الحمد لله. طيب وش الحل؟ كيف أتخلص من إدمان الإباحية؟ توقفت عشرات المرات ولا فات، ما في أمل يا دكتور سامي. لازم تعرف أنك داخل معركة، الانتصار في معركة الإباحية يا شباب ويا بنات لا يمكن يحصل بجيش ضعيف، لا حياة لضعيف. اللي يحصل معك أنك بعد ما تمارس الإباحية قلبك طيب، قلبك عامر بالإيمان، تشعر بالتوبة، تستغفر، ترغب في التوقف، وفعلا أنت تتوقف يا حبيبي كم يوم، بعدين تجلس كم يوم وترجع. ليش ترجع؟ لأن الجيش اللي دخلت فيه الآن وغيرت في حياتك ضعيف، مو معناته أنك كاذب، مو معناته أنك ما عندك رغبة، عندك رغبة بس الجيش ضعيف. طيب كيف يا دكتور سامي يكون جيشي قوي؟ الجيش القوي يحتاج إلى، قلت لكم في أول الحلقة وطولت عليكم يوم معليش، أفكار. غسيل الدماغ لازم ندوسه، دافعيتي قوية وقناعتي وفكري قوي، قراري صارم وحازم، لازم أخطط للمعركة بذكاء، أدخل بقوة حتى أنتصر. خذوا بعض الخطوات العملية لكل من أراد التوقف عن الإباحية. 3 مراحل: مرحلة قبل التوقف تمهيد، ومرحلة مع التوقف، والثالثة بعد ما توقف. ناخذ 3 مراحل جاهزين. ما قبل التوقف، ما قبل القرار: تعزيز قناعات، تكشف القناع عن الأشياء اللي تدخلك في الموضوع الإباحية. الفكر الإباحي يجب تعريه، يجب تثقف نفسك، يجب يكون فيه تنبه وحذر من الأوهام. أرجوك لا تبطل إباحية وأنت مقتنع. ارجع الكلام اللي قلت أنا في أول حلقة، واليوم حلقتنا طويلة لكنها مهمة. الأمر الثاني: قرر وش اللي تبغى تكون فيه في حياتك. يا الله، أبغى أشوف نفسي أب صالح، زوج صالح، تاجر ناجح، موظف متميز. اكتب هدفك، أنا أريد في عام كذا أن أكون كذا. علق الهدف في حياتك هذا. صدقني الهدف هذا ترى بيصير ورقة ما لها قيمة ولن يتحقق إذا كنت في الإباحية. ليه يا دكتور سامي؟ إن شاء الله أني بوازنها. صدقني قوة جسمك، قوة تفكيرك، تركيزك، إرادتك، تحكمك في رغباتك، كلها مقومات للنجاح، لكن الإباحية تقتلها. لا يمكن لإنسان مسلوب الإرادة مقيد بالإباحية ضعيف قدام شهوته ينتصر في حياته. انتفض يا أخي. الأمر الثالث من المحفزات: جرعة إيمانية، استشعار رقابة الله. وهذه يا إخواني لو ما تكلمت في الحلقة إلا عنها، يعني نستحي من الله. أبو بكر يقول رضي الله عنه وارضاه، خليفة رسول الله: استحيوا من الله فإني أظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء أظل متقنعا بثوبي استحياء من ربي. وهو يقضي حاجته يقول إن الله يطالعني في الموقف هذا. الوضع اللي أنت فيه حبيبي موضع حسرة، مو موضع لذة كويس، دخلت بروكسي، دخلت الموقع كويس، حمل. لا والله. جريج العابد تذكرون قصته نحفظها كلنا، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم رجل معروف في العبادة ودعت عليه أمة قالت له: اللهم لا تميته حتى تريه وجوه ايش؟ المومسات الزانيات. وجوههم انت قاعد تطالع وين؟ طالع تحت، انت قاعد في عورات المومسات، قاعد في فروج الله يكرمكم الزانيات. الله نعم عليك بالبصر، ما يحل لك انك تشوف الاشياء هذه يا حبيبي. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. لا تصير عادي، لا تعتدي على حدود الله. فكره الايمانيه هذه حلوه، فكره سوء الخاتمه حسن الخاتمه، تحب ان الله يقبضك على اباحيه وقاعد تشوف فيلم، ولا يقبضك الله وانت تقول لا اله الا الله تدخل الجنه. هذه حرك نفسك فيها وهي محفز مهم. الأمر الرابع: قبل التوقف اسأل نفسك: ليه؟ لماذا؟ ليه أمارس إباحية أنا؟ كل عادة لها محفز. تعودت على الشيء ذا، لازم أعرف العادات لها قانون، العادات لها محفز ولها استجابة ولها أثر. وش المحفز عندك؟ غضب، إجهاد، وحدة. وش اللي يحفزني؟ في رباعية اسمها هالت، HALT، بقولها لكم بكتبها لكم. وراء كل سلوك إدماني: هنجري اللي H يعني جائع، أنجري غضبان، لونلي وحيدا، تايرد اللي تعبان. رباعية هالت يسمونها. في الجوع، في الغضب، في الوحدة، في التعب، الدماغ يضعف. لازم تعرف أن نقطة ضعف لك. وش الحل؟ أني أكون واعي متى أكون وحيد، متى أكون جائع، متى أكون لازم أتعامل مع الموضوع هذا، لازم أحذر، أكون ذكي. طب كيف أعرف المحفز الخاص فيني؟ ببساطة مارس إباحية. شوف الحالة اللي قبلها، كنت قبلها وحيد، كنت قبلها متوتر، كنت قبلها كذا. دائما أسأل الشباب صار قبلها، ترى مو لازم قبلها على طول، يمكن قبلها بيومين. أحيانا بعض المحفزات تثور، وهذا أثبتت الدراسات، يكون في محفز اليوم بدل الجسم يعني يقاوم شوي، يومين 3 4، مو لازم يكون قبلها مباشرة. وش الحالة اللي سببت لك الدخول في هذا الجانب؟ يجب تسدها، والباب اللي يجيك من الريح تسده وتستريح. أمر آخر: اسأل نفسك ليش تبي تتعافى؟ ليش تبطل إباحية؟ وش الجائزة؟ عشان ديني، صحتي، عقلي، نجاحي، أسرتي. حط لنفسك محفزات. الموضوع حلو، الموضوع فيه يعني ما في خسائر، فيه أرباح. عدد أرباحك حتى تتحفز نفسك وتتمسك في موضوع التعافي. اكتب
المحفزات هذه والأشياء اللي يعني تحسين ثقتك بنفسك، صورتك الذاتية لنفسك أفضل، تفكيرك بيكون أفضل، طاقتك بتكون أقوى، حياتك الاجتماعية وعلاقات تكون حلوة، سعادتك، إنجازاتك، أهداف حياتك، رزقك، أدائك الجنسي مع الزوجة، الرغبة. سترى النساء لكننا بالحلال أفضل في الواقع من وضعك لما كنت في الإباحية. الأمر السادس، لا تبالغ في تقدير التضحيات. ما في تضحيات يا رجال، ما في شيء بتخسره. وأيضا لا تبالغ في الحوافز، ترفع سقف الطموح في الحوافز. يعني بعض الناس يوقف الإباحية، يا ربي أبى انفطم، يا ربي الله يعيني على أني أترك الأشياء اللي كنت لا يا رجال، الأمور أسهل من ذلك. لا تعظم فاتورة الترك، لا الأمور طيبة يا رجال، ما أنت بخسران شيء. وأيضا لا ترفع سقف الطموح، لا ترفع تقول والله أني أنا لما أترك الإباحية اليوم بصير بكرة سوبرمان. لا يا حبيبي، الحياة بتمشي وفي أمور بالتدريج. أنت صحيح أنك تتحسن صحتك، قوتك بتقوى، لكن لا ترفع سقف الطموح. وإذا ما تحقق لك هذا قال يا ولد أجل خربها ارجع ثاني. هذا إحباط وألم نفسي يصاب بعض الشاب، يظن أن بتتغير حياته وردية تصير 100% لما يبطل إباحية. لا يا حبيبي، سيكون هناك الحمد لله تحسن، لكن لا تبالغ في سقف الطموح حتى ما تنصدم وتنتكس. من الحوافز الزائفة أحيانا عند بعض الشباب اللي يتوقفون مع بعض. أنا مع بعض والله الشباب يعني مخربة معهم، معلمهم كل شيء فبنبطل سوا. لا ترهن نفسك بمصيرهم. جيد التعزيز والتحفيز، لكن لا ترهن نفسك بتعافي أو توقف من حولك. هذا أمر طبعا يختلف عن موضوع تشارك الإنجاز ومجموعات الدعم وزمالة الإباحية وزمالة الجنس، ولهم دور كبير، وأوصي فيهم صراحة يعززوا لك شباب بكل أمان وسرية أنك أنت عاهد. طيب الأمر السابع، ميزان القرار. من التمارين المهمة في موضوع الإباحية ميزان القرار. تمرين هذا مهم جدا وأسويه دائما مع بعض الشباب اللي يجوني في العيادة. ورقة أو سبورة حط فيها قسمين، عمود موجب وعمود سالب، وانت جالس رايق مع نفسك أو مع من يوجهك، اكتب الإيجابي بالموجب، الأشياء اللي تتوقع أنها تعطيك لذة، متعة، راحة، تسكين ألم، هروب من الواقع، اكتبها. اللي تتوهم أنها مكاسب. ثم انتقل للسالب بكل أمانة، اكتب كل شيء سلبي. علاقتك بالله كيف، أسرتك، سمعتك، وقتك، عقلك، أدائك، قوتك، فلوسك، سمعتك إلى آخره. سواء الآن بالله عليك ركز على الكلمة دي، أو مستقبلا لو استمريت. يعني مو ضروري أن يكون عندك العاذرات. ثم طالع بس في الميزان هذا، أنت خسران ولا ربحان؟ قارن بين اللي تتوهمه. لو بقول لك شيء، ترى اللي تتوهمه أرباح مؤقتة ولا دائمة؟ مؤقتة، ما هي دائمة، لكن بعض الخسائر قد تكون طويلة أو تجنيها طول العمر. الآن لو قلت لك هات إيش جمعت، تكتشف والله ما جمعت شيء، قاعد تجمع وهم، قاعد يا حبيبي تجمع خيال. تذكرون المثال اللي يقول انظر إلى نصف الكوب الممتلئ، نص كوب موية. الإباحية كوب فارغ، ترى ما فيها حتى نص كوب، لكن إذا تتوهم إنه مملوء. هذه خدعة الإباحية للإنسان. ما في شيء ترى حتى تخسره، ما في شيء بتضحي فيه، الأمور طيبة، وقف أمورك تكون طيبة، ما في شيء بتخسره والله. الإباحية هي التي تصنع الفراغ، وهي التي تضيع الوقت. كل هذه الأوهام تكلمنا عنها في الحلقة، رجعوا له. موضوع غسيل الدماغ مهمة جدا لأي إنسان بيتوقف. ورقة هذه الأرباح والخسائر اللي كتبناها تو معكم في التمرين، خليها معك دائما، لا ترميها، مي بالتمرين وخلاص. كل ما ثارت عندك الشهوة وموجة الاشتياق عبت، حطها قدامك. المرحلة الثانية للمتوقف الإباحية مرحلة التوقف. قرار في اليوم تاريخي، في هذا اليوم أن الإنسان يتوقف تماما بعد ما يمهد، بعد ما يكون عنده قناعات ويعزز نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى. التوقيت مهم، اختار التوقيت المناسب. وأحيانا بعض الشباب ينخدع. كيف ينخدع؟ أنا أسألك سؤال، يوم دخلت الموضوع هذا في الإباحية كنت مقرر أني سأستمر في هذا الموضوع طول حياتي؟ أكيد أنك حاط في بالك أنك توقف. طيب كم مرة أسألك بالله قلت ليه متى؟ ما دي آخر مرة، بس واحدة، بس آخر يوم، آخر الشهر، بيجي رمضان، بعد رمضان ثم تجيب العيد، ودك تعيش حياة طبيعية، ليه متى؟ أنت قاعد تلعب على نفسك. دماغك والله يضحك فيك، يضحك عليك، دماغك قاعد يضحك عليك. اليوم غير مناسب، ما بعد جتني أضرار، لا إذا جاني أضرار، إذا حسيت أني والله خلاص خربتها. وهذه السلسلة الشيطانية من حلقة إذا حلقة ستودي بك لا قدر الله إلى الندم. شو أسوي؟ توقف فورا، لا تسوف. إذا هبت رياحك اغتنمها، وما يمنع أنك تختار وقت مناسب. وش الوقت المناسب؟ عكس المثير حقك، المحفز. قلت لكم أنا في محفزات حين يكون عندك ضغوط عمل، عندك ملل، عندك إثارة، عندك غضب، لا تختاره في الأوقات هذه. لا تختار وقت التوقيت وانت متضايق، تبطل إباحية وانت مندوش، لا، في وقت هادي وانت رايق وانت ما شاء الله يعني بدون أي مؤثر وبدون أي محفز، اطلق القرار التاريخي وتوكل على الله. بعد ما توقف، بعد ما تقرر، استعن بالله، القوة العظمى، الركن الشديد، اتصل بالله سبحانه. تقوم في يوم القرار، توضأ وتصلي ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى. ارم نفسك يا حبيبي بين يدي الله، والله إنه أعظم علاج. ابكي في سجودك، قل يا رب إني أستعينك واستهديك واستغفرك وأتوب إليك. يا ربي ضعيف، قوني، حصن فرجي، عني على غض بصري، اعفو عني وعافني. توقف وراقب عدوك. ما بعد قضينا، ترى تونا بادين المعركة. أرجوك بعد أيام من التوقف تبدأ بعض الأعراض، ملل، توتر، قلق، اضطراب مزاج. خلال الفترة هذه العدو بيرسل لك
وحدات من جيش العدو. وش الوحدات هذه؟ بيرسل لك جرعات دوبامين يا رجال مرة، بس محفز يجرك للممارسة. لازم تكون صاحي بنفسك أو خطة مع غيرك، اشغل وقت فراغك، اشغل نفسك، وبشرك ترى بعد أيام بيقل التوتر، إفراز الدوبامين التحفيزي هذا بيقل، بيصد عنك العدو لأنه بيأس منك إن شاء الله. الأمر الرابع، احرق السفن. القائد اللي أحرق السفن قال جنوده يا تنتصرون ولا تموتون. برامج بروكسيات في أفلام ديليت إلى غير رجعة، حتى لو كان مدفوعة، ولو قلت لكم أنا ومن ترك شيء لله عوض الله خير منه. الأمر الخامس، أغلق مصادر الخطر. حصن نفسك، ابعد عينك عن مشاهدة الأفلام. يا أخي لا تدخل برامج تواصل اجتماعي أو ادخلها بطريقة مقننة، مو لازم يا أخي. أنا عايشين بالذات الفترة الأولى، وقف صوم، لا تدخل تيك توك وسناب ولا أي برنامج، لا تدخل برامج. احفظ نفسك. في وسائل أخرى مساعدة تقنية، بعض البرامج التي يعني برامج حجب تحكم في الجوال أو في الكمبيوتر، بعض الجروبات والمواقع مثل موقع واعي، الحقيقة العربي موقع واعي ابحثوا عنه، جروباته في تليجرام جيد، في مشاركة، في مجموعات تساعدك، في عندهم حتى برامج متابعة للمتعافي من الإباحية. أنا أثني عليهم وأعرف شباب الحقيقة استفادوا منهم كثيرا، ممكن يفيدونك، وممكن حتى نضع لكم يعني في المادة في الديسكربشن يعني بعض الروابط لبعض المواقع المهمة، سواء موقع واعي أو بعض التقنيات والبرامج اللي تفيدك في موضوع تقنين وتسديد بعض النوافذ الشيطانية اللي ممكن يدخل منها فكرة. المرحلة الأخيرة في التعافي بعد التوقف. طيب انتهينا، انتصرنا دكتور سامي؟ لا يا حبيبي، لسه ما انتهى كل شيء، لازلنا في معركة وفي جهاد النفس. أول شيء سؤال الله الثبات. عافاك الإباحية، حتى لو شهرين ثلاثة، اللهم ثبتني يا الله. أعد تشكيل البيئة اللي حولك، نمط حياتك، الأشخاص، الغرفة، الحاسب، تجي جلستك عند الحاسب، وضعك في الغرفة، النوم مبكر، تجنب السهر. الأمر الثاني، كسر العادة السيئة. كيف نكسر العادات؟ أي عادة في حياتنا فيها 3 أجزاء، فيها محفز وفيها استجابة وفيها مكافأة. حلو؟ المحفز هو الرغبة هنا في الإباحية، الرغبة الجنسية. الاستجابة أني أشاهد أو مارس العادة السرية. المكافأة هي جرعة دوبامين ونشوة ولذة في الدماغ. كيف أكسر المنظومة هذه؟ كسر أي عادة يتم من خلال خطوتين، احفظوها عني زين. الأولى، الجزء الأول هذا قلل منه، اللي يحفزني، اللي يثيرني. حتى نشوف مقاطع، ما إحنا بشر يا جماعة الخير، اتق الله في نفسك. قلل المحفز، فتاة، صورة عارية، موقع تدري انك بتشوف فيها اشياء كثيره، تجنبه. الخطوه الثانيه في التعامل مع العاده، الاوسط هذا الثاني اللي هو الاستجابه، العمل، الممارسه، استبدله بشيء يؤدي لي لذه، يؤدي لي نتيجه حلوه. ابحث عن مكافاه ودوبامين طبيعي امن. يعني وشلون؟ بدل ما تمارس، مارس لك رياضه اذا انت تحب الرياضه، امشي، مشاركه اجتماعيه، العاب، ضحك، وناسه، اي شيء يمتعك بطريقه امنه. التوقف عن العادة السيئة لا يمكن إلا بعادة بديلة. طب يجيني واحد يقول لي طيب هل في طريقة دكتور سامي إني أكتسب عادة إيجابية؟ بتكلمكم باختصار، سامحوني اليوم الحلقة دسمة وطويلة. تكوين العادات، الهابت ستيكينج، يعني كيف أكون عادة؟ عندي عادات أنا متعود عليها في حياتي أسويها أنا أصلا بشكل مستمر، زين، أربطها بالعادة اللي أبغاها جديدة. اكتب أشياء، وش اللي عندك تسويها؟ أنا فرش أسناني كل يوم، وأنا أسوي كذا، وأنا ألبس كل يوم، أخذ دش الصباح كذا. اختر العادات القديمة، زين، ثم جيب العادات الجديدة اللي تبغاها اربطها فيها. تبغوا مثال؟ ناخذ تدريب عملي. مثلا أنا كل صباح أشرب كوب قهوة، لازم أصحى على القهوة، قهوة الصبح، وأنا أبغى أضيف عادة أني أقرأ وجه أو وجهين من القرآن الكريم، أو ذكر معين، أو تأمل، أو تفكر. أقول لنفسي أنا مع كل كوب شاهي أبغى أقرأ وجه. صعبة في البداية، بعدها خلاص أنت عارف إن كوب الشاي جنب المصحف. وهكذا تكويم العادات رائع جدا. أنا عندي الصباح أخذ دش، أقول كل ما أخذ دش الصباح، هذه من عادتي الجديد، وش أضيف لها؟ أقول مثلا سأعمل رياضة قبل الدش. طبعا الدش لما تروح تعرق ما يصح، فتاخذ، اقول انا ازن نفسي برياضه معينه قبل ما اخذ مثلا واطلع للدوام. اقول لما اكون افرش اسناني، بس اني قال لي الدكتور لازم الخيط الاسنان، اقول اربط الاسنان بالفتح. لما انام مثلا اربطها بموضوع الامتنان، وهذا راحه نفسيه وسلوك جيد، اني امتن لاشياء سويتها في حياتي قبل ما انام. مع التكرار خلاص تتكوم العاده الجديده على العاده القديمة اللي أنت أصلاً تسويها بشكل دائم. واحد من الشباب يقول لي معود نفسي كل ما جاني رغبة أو خرمة أو اشتياق الإباحية وش أسوي؟ أتوضأ وصلي ركعتين بس. والله الشيطان يقول لي يا ولد لا تحارشون، هذا مشكلة، الحارش يروح يصلي ركعتين، وهذا طيب. أمر مهم جداً، أصلح علاقتك وعلاقاتك من جديد بالآخرين، اختلط بالناس، عيش حياتك بطبيعتها بعلاقاتك السوية. الأمر السادس، احمد الله واستمتع بانتصارك على عدوك، وأرجوك لا تعيش دور محروم. لا تجي مع الشاب هو ما شاء الله بطل إباحية، بس يقول كل ما شاف صورة قال أوه ليتني أول، فاتني. وش ماتك؟
ما فاتك شيء الحمد لله. انتصر واعرف انك في نعمة اليوم، مبسوط، ماني محروم والله انا بس ما اتقي الله، لا لا لا، احمد الله ان الله عافاك من هذا المستنقع القذر، واحتفل بانك حر وبعيد عن هذا المستنقع القذر. كن على حذر، خطط مسبقا لاي انتكاسة متوقعة. انتبهوا يا شباب، عندي بعد كم يوم سفر، عندي كم يوم عيد، ايام عيد، عندي سهر، عندي وحدة بكون حالي، عندي موقف معين، عندي ضغط عمل. استعد له اذا كنت تعرف ان هذا سيثيرك ويجرك الإباحية. ثامنا، مهارات الوقاية من الانتكاسة مهمة. هناك طبعا هاي تدريبات تأخذها فردية في برامج خاصة أو جلسات جماعية أو حضوري أو أونلاين، أيا كانت الوسيلة. بعض الناس يعني يحتاج صراحة في حربه الإباحية إلى مهارات نسميها التعافي والوقاية من الانتكاسة، كيف يتعامل مع الخرمة بكل بساطة. عنده اشتياق لازم يتعامل معه بشكل جيد، كيف أنا تعرض والاستجابة، استرخاء، البرمجة العصبية، التنفس وغيره من التمارين. خطط للانتكاسة. انتكاسة، حصلت انتكاسة، يا الله، لا 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 لا، لو انتكست لا تستسلم، لا تيأس أرجوك، هي فصل من فصول المعركة، لا تجلد ذاتك. تعامل مع الانتكاسة مثل اللعبة. شفت الألعاب كم مرحلة، ثم مرحلة تطيح فيها شو تسوي؟ تشيك بوينت يسمونها، نقطة يعني التحقق، يلا اللي بعدها. اعتبر الانتكاسة محطة للتزود وتبصرك بعدوك، وبحول الله الجولة القادمة تنتصر عليه. صدقني والله بترجع أقوى مما كان. لا تيأس مع الانتكاسة وتفادى السقوط مرة أخرى. بعض الشباب يقول مرة واحدة ما تضر، ايش رأيكم؟ من أعظم أسباب الانتكاسة أن نجوع الوحش الصغير هذا الدوبامين، نجوع ثم تجي فكرة يعني بس كذا، بس كذا تهديني مرة واحدة يا دكتور سامي بس. هذه الفكرة فكرة شيطانية تساهلية خطيرة جدا لسببين. أول شيء العدو هذا نبي نطحله، نبي ندوسه، نبغاه يموت، الوحش الشيطاني تبقيه على قيد الحياة. الأمر الثاني أنها تغذي الوحش الكبير. وش الوحش الكبير؟ تغذي الفكرة الخطيرة اللي نبغى نتخلص منها، غسيل الدماغ. الإباحية صارت جزء، لازلت أنا أعتقد أن الإباحية جزء من التنفيس والراحة ونوع من الممارسة اللي تسكن الآلام حتى لو مرة. بنقولها من الصبح، أنت قاعدين نقول إحنا أنت قاعد تغذي الفكرة هذه. تصور النجاح، صورتك في المستقبل وأنت حر قوي ناجح، حطها قدامك. هذه ثبات عظيم انك تضع صورتك اللي تتأملها في حياتك دائما امامك. 12 واخيرا، وهو من اعظم اسباب التعافي من الاباحيه، مجموعات الدعم. الزماله، حضور اجتماعات زماله المدمنين الاباحيه موجوده حضوريه اونلاين ولها اثار كبيره على الشباب. انا اختم بقصه. جاني واحد من الشباب قبل كم شهر عندنا في عياده رشد، وعنده ادمان شديد الاباحيه. حتى قال لي كذا، قال لي شوف والله ما في امل يا دكتور سامي، ما في امل، ما في دكتور اللي رحت له، وعيادات مشهوره رحت لها، ذكر لي اطباء نفسيين مشهورين راح لهم، والمواقع دخلت حفظتها كلها، ما في يوم واحد إلا أمارس فيه. جلست معه. طبعا أنا ماني متخصص في الإباحية صراحة، لكن عندي مختصين في المركز، أنا كمرشد ومعزز وباني للدافعية، ثم وضع له برنامج عن طريق أحد المختصين في الإباحية، واتجه بمشورتي إلى زمالة المدمنين. روح قلت له للزمالة، أنت ما لوحدك ما يمكن، مع طبيب زيارة خاطفة لازم برنامج. بعد كم يوم يكلمني الشاب ولله الحمد بدأ يتعافى ولله الحمد. أسأل الله له ولكل شبابنا وبناتنا المتعافين الثبات. في الختام، أتمنى إذا الحلقة عجبتكم، أتمنى لأن حلقتنا اليوم دسمة ومهمة للشباب والبنات، تنشرون الحلقة. أسأل الله يحرم على النار كل من نشر هذه الحلقة، واكرمونا في قناتكم باشتراككم، الإعجاب، تفعيل زر الجرس، وألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من دوبامين. وحتى ذلكم الحين ارفعوا الدوبامين وأنتم سالمين.